شايفين لما تبدأون شي جديد أو عادة جديدة ويجيكم حماس وإلهام وفجأة تسمعون صوت بداخلكم يقول يا ريت لو بدينا قبل، يا ريت لو بدينا بوقت أبكر. 안녕하세요. سيرة مدام راح أجمع معكم سيرة خلال رحلتي بالتشافي وتطوير الذات بالأربع سنوات فاتت تعلمت أو تبنيت مفهوم ساعدني على تخطي لحظات الحسرة والندم اللي تجي ويا البدايات الجديدة. مثل ما ذكرت بداية الفيديو، هذا المفهوم يقول إنه أني أقوم بأفضل ما عندي طوال الوقت. أوكي، شنو يعني إني أقوم بأفضل ما عندي طوال الوقت؟ إحنا كبشر للأسف نولد بصفحات بيضة تقريبا. أنا ما أريد أطلع عن الخط، بس إحنا أيضا ننولد وبأفكار ومشاعر وجينات أجدادنا. بس يعني مراحل مبكرة من حياتنا نكون نظرتنا الأولى عن العالم والنظام أو الفكرة الأولى عن الحياة، يعني عن طريق المواقف والأفكار والظروف اللي نعيشها أو نتعرض لها. راح نبنى هذا القاعدة، قاعدة بيانات. فمن هذه راح تنطلق بقية أفكارنا وموقف. يعني إحنا حتى لما نسمع أو نشوف شي معين ما نستقبل نفس ما هو مجرد، وإنما دماغنا يسوي له مسح، يدخله بهذه قاعدة البيانات اللي عندنا أو السيستم. يعني بالصورة الأخيرة اللي تصلنا هي تكون انعكاس فكرتنا عن الموضوع. هسه هذا شنو علاقته؟ علاقته بالموضوع إنه إحنا يعني ما نقدر نسوي أفضل من هذا الشي. يعني هذا السيستم أو هذا الوعي هو اللي يتحكم بنظرتنا وأفكارنا وبالموقف بصورة عامة اللي إحنا بيه. فيعني إحنا ما نقدر نسوي أفضل من هذا الشي. إذا قبل إنه يتغير هذا الوعي، قبل إنه نغير هذا السيستم، إحنا ما نقدر نسوي أفضل من هذا من الموجود عندنا. خليني أعطيكم مثال. يعني إنسان هو وصغير تعلم إنه هو حتى يكون إنسان جيد لازم يرضي الآخرين أو يرضي الناس، حتى لو كان على حسابه الشخصي، حتى لو كان لازم يسوي شي هو محبه أو ما مقتنع بيه بس حتى يرضون الناس عنه. فيكون هو يعني people pleasure، يعني هو مقتنع بهاي الفكرة، يعني هو ربى على هذه الفكرة ومقتنع بيها وهو هذا الوعي مالته. فما راح يقدر يسوي أفضل من هيج، هو لا إراديًا راح يكون people pleasure. ما راح يقدر يكون شي ثاني قبل لا يتغير هذا الوعي ويستوعب هذا الإنسان إنه هو مو لازم يرضي الآخرين حتى يكون إنسان جيد. وإذا اتبع الشي اللي أو سوى الشي اللي يريده أو ما اهتم لكلام الآخرين، مو هذا الشي ما راح يخليه إنسان سيء. قبل لا يستوعب هذه الفكرة وتكون واعية، ما راح يقدر يكون غير إنه هو people pleasure، يعني ما راح يقدر يغير هذا الشيء. بس إحنا مرات نتوقع إنه إحنا يعني مستوعبين الشي اللي نريده بس إحنا ما قاعد نسويه. مثلًا أبسط موقف نمر بيه يمكن كلياتنا مارين بيه، إنه إحنا لازم نسوي فد شي معين وبس إحنا نلف وندور ونضيع وقت ونماطل قبل إنه نبدأ. فهذا الشي يعني إحنا يعني نعتقد إنه إحنا هذا شيء باختيارنا، إحنا سويناه وإحنا يعني مستوعبين أو واعين إحنا اللي قاعد نسويه وما تغيّرنا. بس إذا جينا نفكر، أنا دا أحكي على مستوى أعمق من الوعي. يعني هذا اللف والدوران، هذا المماطلة أو الكسل اللي يصير عندنا بدنا نفكر نسوي فد شي معين، هو بالحقيقة إله أسباب، وبالغالب هي أسباب تكون خارج نطاق وعينا الإدراكي، أو يعني الوعي اللي إحنا نفكر بيه يعني تكون بالعقل اللاواعي أو الباطن. فإحنا تأثر علينا بس بدون ما نكون إحنا فاهمينها أو مدركينها. وهذا الشي أنا استنتجته لأنه كل ما فهمت نفسي وكل ما يعني تخلصت من الأفكار السلبية اللي تحيط بصورة عامة بالأشياء اللي مثلًا أنتم تريدونها أو بالحياة بصورة عامة، طريقة الحياة اللي إحنا بيها. كل ما صار الموضوع سهل. يعني هو يعني ما لازم يكون الشي struggle، يعني ما لازم يسبب لكم معاناة أو مقاومة. دا تفهمون علي؟ إذا كانت أكو مقاومة معناها أنتم أكو شيء خارج التوازن، يعني إنه أكو شيء غلط.
إذا تفهمون علي؟ بس أنتم بهذاك الوقت أنتم ما مدركين هذا الشي، فأنتم ما تقدرون تسوون أفضل من هيج، حتى لو ما طلتوا، حتى لو تكسلتوا، فأنتم قاعد تبذلون أفضل ما عندكم. أتمنى يعني وصلت الفكرة. الزبدة أو الهدف من هذا كله شنو؟ هو إنه الهدف هو إنه نركز باللحظة، هذه اللحظة هي كل شي، يعني إحنا إذا نحس إنه إحنا كنا نقدر نسوي أفضل من هذا الشي، وإنه إحنا كنا نقدر مثلًا نبدأ أبكر، فهذا شعورنا بهذه اللحظة الحالية مو أي وقت ثاني، يعني هذا شعورنا حاليًا، ومو معناها إحنا كنا نقدر نسوي هذا الشي، وإنما إنه هذا شعورنا بهذه اللحظة حاليًا. إنه إحنا كنا نقدر. الحقيقة هي ماكو غير هذه اللحظة الموجودة، يعني ماكو حتى يعني هو ماكو أصلًا ماضي ومستقبل، حتى من نقعد نفكر بالماضي فهو راح يكون عبارة عن شعورنا بهذه اللحظة، يعني إحنا قاعد نصنع هذه اللحظة، حتى من نكون قاعدين نفكر بالماضي فإحنا اللي قاعد نسويه هو إحنا نصنع هذه اللحظة، وشعورنا اتجاهها هو شعورنا هذه اللحظة. نفس الشي بالمستقبل، إذا قعدنا نفكر بأشياء بالمستقبل وشعورنا تجاهها وتفكيرنا هو قاعد يصير حاليًا بهذه اللحظة، إحنا قاعد نصنع هذه اللحظة عن طريق هذه المشاعر، فإحنا ليش ما نباوع لورا ونفكر إحنا كنا نبذل أفضل ما عندنا، وإنه كل شيء بالوقت المناسب وإنه هذا أفضل وقت إلنا، هذا الشي جدًا راح يفيدنا وجدًا راح يساعدنا إنه نركز على الشي اللي قاعد نسويه حاليًا، وما نخرب بدايات الصحيحة بهذه المشاعر الحسرة أو you know الأفكار اللي ما إلها داعي، yeah أتمنى تكون وصلتكم فكرة إنه ممكن تساعدكم إنه تركزون باللحظة الحالية، لأن اللحظة هذه هي أهم شي، وكل شي تسوونه أنتم هو بهذه اللحظة، يعني إذا ركزتوا بس على هذه اللحظة واللي قاعد تسوونه بهذه اللحظة ما راح أصلًا تضطرون تصرفون طاقة على هذه الأفكار والمشاعر، ف هو شيء مو سهل يعني أنا أيضًا لحد الآن تنتابني هذه المشاعر أحيانًا، أعرف بس الفكرة إنه أنا أعرف شلون أتخطاها، يعني هي صراحة الحياة ما تسوى إنه هذه لحظات الندم، عيشوها هيج بخفة إنه whatever يعني إنه خلّوا الحياة مثل الرحلة أو اللعبة وعيشوها، تقبّلوا اللي فات اللي مرّيتوا بيه بحياتكم، واتطلّعوا لهذه اللحظة وللحظات الجاية اللي هي أصلًا عبارة عن هذه اللحظة. هو هذا الشيء اللي لازم نسويه لأنه it makes sense. فياه أنتم قاعد تبذلون أفضل ما عندكم، وكل شيء بوقته، وأنتم كنتم تحتاجون هذاك الوقت مهما كان سويتوا بيه حتى تتطورون، وحتى تصلون لهذه اللحظة اللي أنتم موجودين بيها حاليًا، فكونوا ممتنين لنفسكم أو اتطلعوا لهذه اللحظة واللي ممكن تسوونه بهذه اللحظة. ياه أتمنى لكم كلكم بدايات صحيحة وسعيدة وموفقة. أشوفكم فيديو جاي، باي باي.